السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة بيت المحبة كريم. في البداية بحب أشكركم على تعليقاتكم المحترمة عندي على القناة. فيديو النهاردة هنتكلم عن إيه؟ ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ بنشكركم طبعا على دعمكم المتواصل على كل فيديوهاتنا، لكن النهارده يا جماعه عايزين الكل يتفاعل معانا، لان عايزين نسمع اراء الناس على كلام معانا النهارده. سياسي بيتكلم عن سياسي لبنان من لبنان. بيتكلم عن دور الجزائر والشهامه الجزائريه اللي كل طبعا ده اغلبيه الاعلام دلوقتي بقى يتكلم عن دور الجزائر القوي، لان كلنا عارفين ان الجزائر دلوقتي عادت هي دايما الصوت الوحيد اللي بيطلع يقول لا. سبحان الله. الصوت الوحيد احنا عارفين يا دلوقتي. بس ليه؟ لان هم ايدهم مش ملويه على فكره. بس ايوه احنا اتكلمنا طبعا في الموضوع ده، عرفنا طبعا ان هم دوله قويه، دوله بنت نفسها بنفسها، ودوله طبعا داليه طول عمرها بتساعد كل الدول العربيه في اي محنه تلاقيها هي اول دوله بتمد ايديها بالمساعده. لكن طبعا يا داليا في بعض الاعلاميين بيصدر فكره وصوره عن الجزائر، بس هتصدر صوره فين؟ ده خلاص، ده الجزائر دلوقتي بقت مسيطره. بتخلي اساسا الحاجات اللي هم بيعملوها دي بيخلوا يا ريت حتى كمان العرب اللي ده دول اوروبا كلها بتتكلم عن دور الجزائر، بيقول لك عايز توقف الدول العربيه وقف الجزائر. الجزائر دلوقتي عامله زي الشوكه في ظهرهم، لان كل مره كل ما الجزائر بتتضخم وكل ما الجزائر بتتطور وبتتقدم كل ما العقبه بتزيد قدام الدول دي. فعلشان كده دايما هم قعدوا عاملين حساب للجزائر. فهندخل مع بعض يا جماعه نشوف. النهارده معانا محلل سياسي من لبنان بيتكلم عن الجزائر وعن قوتها ودورها اللي دايما كلنا بنشوفه في المنطقه العربيه. بس هنسيب الحكم لحضراتكم، وما تنسوش تدعمونا باللايك واشتراك في القناه، ويلا بينا نشاهد الفيديو. الجزائر هي دولة مؤيدة بشدة، وليس من الآن. يعني القضية الأساس بالنسبة للجمهورية الجزائرية هي القضية الفلسطينية. سيتم تكريس يعني يهودية الدولة، والقدس عاصمة أبدية لإسرائيل، وهذا موضوع هو الذي طرحه، هو الذي كرسه ومشى عليه. سيخرج الفلسطينيين كاملا من غزة، إن كان عبر التهجير أو عبر سيناء. أنجز اتفاقية أمنية مع المملكة العربية السعودية لإعادة ترتيب المنطقة وهندستها، هذا سيقدمه في الداخل الأمريكي. حتى أنه من خلال نفي رئيس الحكومة نجيب مئاتي بأنه لم يتلقى أي تهديدات بأنه سيكون هناك، يعني أنا أعتقد هذا النفي هو تأكيد على أن هذه التهديدات هي حصيلة وواردة. أستاذ الفكر السياسي والعلاقات الدولية الدكتور رائد المصري، أهلا وسهلا فيك عبر منصة أرب أون. أهلا وسهلا بكم دكتور رائد، اليوم لا يتفوق شيء على القضية الفلسطينية. من خلال متابعاتك كيف بتصف لنا اليوم العلاقات بين فلسطين والجزائر، وكم تعني اليوم القضية الفلسطينية للجزائر؟ طبعا الجزائر هي دولة مؤيدة بشدة، وليس من الآن. يعني القضية الأساس بالنسبة للجمهورية الجزائرية هي القضية الفلسطينية. نلاحظ هذا الموضوع من خلال طرح مشاريع القرارات الأممية في الأمم المتحدة، وكلما أسقطت واشنطن قرارا دوليا يناصر الشعب الفلسطيني ويريد إيقاف الحرب في غزة والمذابح بحق الشعب الفلسطيني، تعود الجمهورية الجزائرية عبر مندوبيها لتطرح مبادرة وتطرح صيغة قرار من أجل إعادة يعني نصرة الشعب الفلسطيني عبر الشرعية الدولية والشرعية الأممية. كل الحراك الأممي اليوم إن كان على مستوى الجنائية الدولية أو إن كان على مستوى قرارات مجلس الأمن كانت قد صاغتها الجمهورية الجزائرية نصرة الشعب الفلسطيني، وهذا أمر أساسي أولا لتعرية إسرائيل وهمجيتها وكشفها أمام العالم وكشف المجازر والارتكابات والإبادات الجماعية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني. ثانيا التأكيد والتثبيت على ضرورة أن تكون الشرعية الأممية هي الطاغية على مستوى العالم، وهي الحكم والفيصل بين أبناء الشعوب والصراعات الدائرة حول العالم. هذا جزء أساسي من سياسة الجزائر، أو ما يسمى الدبلوماسية الصامتة. لعبت دور مهم جدا على هذا المستوى، ولا زالت تلعب على أكثر من مستوى، إن كان اقتصادي أو إن كان سياسي أو إن كان على مستوى نصرة الشعب الفلسطيني أو نصرة قضايا العرب بشكل عام، ومنها أيضا لبنان. نعم، قلت على ومنها أيضا لبنان. رأينا في هذا الأسبوع الماضي اجتماع كبير في غرفة التجارة والصناعة في لبنان بين
العديد من الوزارات في لبنان بين أيضا الاقتصاديين مع السفارة الجزائرية في بيروت. اليوم كم تشكل الجزائر بيئة آمنة للاستثمار أولا، وكيف ستستطيع مساعدة لبنان في حال استفاد من هذه الفرص التي تمنحها الجزائر للبنان من تخطي الأزمة الاقتصادية الخانقة؟ يعني أولا لابد أن نقول أن الجزائر يعني كانت منذ تقريبا شهرين يعني كانت موئل للمؤتمر للدول المصدرة للغاز، وهذا يعني أمر ثبتته الجمهورية الجزائرية على مستوى العالم، والتي قادت هذا المؤتمر بنجاح لمنع احتكار أولا الدول المصدرة للغاز، ومنع السيطرة والاستحواذ على ثروات الشعوب من قبل الدول الاستعمارية الكبرى. هذا بدوره أعطى نتيجة كبرى على هذا المستوى من خلال هذا المؤتمر. ننتقل إلى الصيغة الأقل إن صح التعبير على مستوى سياسة الجزائر الاقتصادية. واضح أن تعيين السفير الجزائري حديثا في لبنان اللي هو السيد رشيد عبد الباقي هو سفير نشط جدا ويعني دبلوماسي لبق، وتربطه علاقات قوية جدا في المجتمع اللبناني بكافة أطيافه وكافة يعني شرائحه. طبعا هو الذي يعني قام بكل هذه المبادرات أسوة بسياسة الجزائر التي تكن الود للبنان وللشعب اللبناني، وتريد أن تساهم في إخراج لبنان واللبنانيين من الأزمات والانهيارات التي أصابته. ويأتي هذا انعقاد هذا المؤتمر لخلق بيئات استثمارية في غرفة الصناعة والتجارة في بيروت وجوال لبنان، هي جزء أساسي مكمل لسياسة الجزائر من أجل تعزيز مكانة لبنان الاقتصادية وخلق بيئة استثمارية قوية جدا والاستفادة من القدرات ومن الخبرات. وهذا بطبيعة الحال له علاقة بالبيئة الاستثمارية داخل الجزائر، والتي عملت التشريعات من خلال الرئيس عبد المجيد تبون، ويعني صاغوا تشريعات قوية جدا تسهل وتخلق بيئة استثمار آمنة للمستثمرين الأجانب واللبنانيين بطبيعة الحال. طبعا كان هناك استعراض لمروحة واسعة من الاستثمارات الموجودة في الجزائر، إن كان طبيا، إن كان تعليميا، إن كان أكاديميا، زراعية، صناعية. هذه موجودة ومهيئة لدى الجمهورية الجزائرية من قبل المستثمرين اللبنانيين، وخصت الجزائر بالتحديد الاستثمارات اللبنانية لأنها تريد أولا أن تستفيد من هذه القدرات والعقول اللبنانية الموجودة، وثانيا تريد أن تعود المستثمر اللبناني على أن يستثمر ببيئة آمنة لمدى طويل. يعني معروف أن اللبناني يحب الاستثمار السريع أو الكسب الربحي السريع، هذا غير موجود في الجزائر. يجب أن يتعود من الآن فصاعدا في الجزائر هناك استثمارات، لكن هذه الاستثمارات تعود بربحيتها وفائدتها على المدى الطويل وليس على طريقة الاستثمار السريع والكسب ومن ثم نعود. يعني هذا يجب أن نقلع عنه كلبنانيين، لأنه ما بيعود فيه ائتمان على مستوى الاستثمارات. هذا تهيئه الجمهورية الجزائرية عبر ديناميتها ودبلوماسيتها النشطة في لبنان وعلى رأسها السفير رشيد عبد الباقي. أيضا هناك يعني مبادرة مهمة، وهي إعطاء جوازات أو باسبورات استثمارية تخص بها كل مستثمر يريد أن يدخل إلى الجزائر ويعمل على هذا المستوى. هذا بطبيعة الحال محفز. هناك دبلوماسية نشطة، أنا أعتقد هناك أداء للجمهورية الجزائرية عبر طواقمها الدبلوماسية واستنفارات الدبلوماسية على هذا المستوى خصت به لبنان، تريد مساعدة الشعب اللبناني. هذا إضافة إلى المنح التعليمية التي تعطى للكثير وهي بالعشرات والمئات للبنانيين الذين يتعلمون بالمجان في الجمهورية الجزائرية. ونعرف نحن الجمهورية الجزائرية جامعاتها الطبية والصيدلة والهندسة وكل ذلك هي يعني جامعات متقدمة على مستوى العالم. هذا كله من أجل خدمة الشعب اللبناني، لكن أيضا بدبلوماسية صامتة. نحن نريد أن نضيء على هذه الدبلوماسية أو هذا العمل، وهذا حقنا وواجبنا على الجمهورية الجزائرية التي تسعى من أجل إعادة ترميم الصيغة الاقتصادية للبنان واللبنانيين. تحدث الدكتور رائد عن الدبلوماسية الصامتة. اليوم في ظل الأوضاع المحيطة بالمنطقة العربية والشرق الأوسط، أليس من الأفضل أن تكون الجزائر أو أن تعمل الجزائر اليوم بشكل مكشوف وتتخلى عن هذه الطريقة في الصمت؟
هلا كل دولة لديها يعني الصيغة التي تناسبها أو تناسب رؤيتها الاستراتيجية. الجزائر يعني حسب ما تلمست من خلال زياراتي للجمهورية الجزائرية أنهم يريدون أو يفضلون الدبلوماسية الصامتة. هم يساعدون القضية الفلسطينية من دون أن يظهروا إلى الإعلام ويمنون النفس وللعالم كله أنهم يساعدون. لا، هم يساعدون بقرارات قوية وجريئة ومؤلمة للإسرائيلي وللأمريكي. يعني أحيانا الصراخ لا يفيد على المستوى الميديا والإعلام وغير ذلك، وأيضا على مستوى المساعدات الاقتصادية ومساعدة لبنان والشعب اللبناني. هم لا يريدون يعني من هذا الموضوع خلق ضوضاء كبيرة على مستوى الإعلام وأنه شوفوا الجزائر ماذا تفعل وكذا. لا يفضلون. هذا جزء من استراتيجية، طالما أنه ناجح ويفعل فعله ويحقق النتائج المرجوة فلا بأس به. وأنا مع هذه السياسة، يعني سياسة الصراخ عبر الإعلام هذا استعراض. لا، هي دولة تدعم حقيقة بمواقف، بقرارات، بدعم استثمارات. هذا أمر مهم جدا حتى على مستوى يعني النفط والغاز ويعني مواد الطاقة التي يستخدمها لبنان. يعني هي ساهمت ويعني بدون أن نتحدث بتفصيل يعني وقفت إلى جانب لبنان على هذا المستوى ولا زالت يعني عبر صناعة. صحيح. نعم. صحيح. دكتور رائد، اليوم إلى أي مدى بيئة الاستثمار تعود بالنفع على المستثمر اللبناني أو العربي أو حتى الأجنبي في الجزائر؟ هل أمنت الجزائر البنية التحتية اللازمة لذلك؟ حكما الجزائر لديها بنية تحتية قوية جدا. أول شيء لديها استقرار أمني وسياسي هادئ، وهي على أبواب انتخابات رئاسية يمكن بأي يوم. نعم، سنتكلم عن تسير بسلاسة في هذا الإطار. بنية اقتصادية قوية جدا ومتماسكة. فتحت خطوط إنتاج وتوريد وسلاسل توريد للنفط والغاز آمنة بشكل إلى أوروبا وإلى أكثر من دولة أفريقية. لديها علاقات جيدة مع محيطها الأفريقي ومع محيطها العربي، وحتى مع واجهتها الأطلسية اللي هي أوروبا. هذه كلها علاقات تمتلكها بشكل جيد الجمهورية الجزائرية. هذا المناخ العام يحفزها لأن تصنع أو تمهد الطريق لبيئات استثمارية آمنة. أولا، البنى التحتية الزراعية والصناعية موجودة في الجمهورية الجزائرية. ثانيا، البيئة الاستقرار الأمنية موجودة ثبتتها الجمهورية الجزائرية. ثالثا والأهم هو التشريعات التي تضمن للمستثمر حقوقه. هي عملت عليها بما يحفظ سيادة الدولة وليس بما يفرط في هذه السيادة، بمعنى أن لا تجتاح وتجوب هذه الاستثمارات كل حدود الدولة وكل محرمات الدولة. لا، هناك قوانين وتشريعات عملت عليها، خلقت بيئة استثمارية آمنة واستقرار كامل، بشكل أن المستثمر يستطيع أن يستفيد من هذه التشريعات، أن يحفظ حقوقه في المستقبل، ومن ثم يقوم بمشاريعه الاقتصادية يفيد الشعب الجزائري والدولة الجزائرية ويفيد أيضا بلده ودولته. نعم. دكتور رائد، الجزائر اليوم مقبلة بعد شهر تقريبا على انتخابات، أو عفوا على بعد 3 أشهر مقبلة على انتخابات رئاسية. برأيك ما هي التحديات اليوم التي تواجه الرئيس عبد المجيد تبون؟ هلا أنا أعتقد أنه أول شيء يعني الرئيس عبد المجيد تبون هو رئيس محبوب، يعني وبالتالي عندما أتى عام 2021 إلى اليوم يعني 3 سنوات هي تعتبر غير كافية نظرا إلى رؤيته الاستراتيجية على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي. الرئيس تبون هو يعني ابن البيئة الحقيقية للدولة الجزائرية. طبعا يا جماعة كلنا استمتعنا مع بعض بكلام الناس والسياسيين اللي بيتكلموا عن الجزائر وعن دورها الكبير في المنطقة العربية. نتمنى ان الفيديو يكون نال اعجاب حضراتكم، بس يا ريت ما تبخلوش علينا باللايك واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.